تيك توك البرنامج اللي فيه اغبى واغرب حسابات في العالم، زي حساب لوغان بول المسلم، او سبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان بس محجم، او وحدة عربية بتوكل خرب مقاطعها، وبيض بقشره، وخمسة من اغرب حسابات موجودة في التيك توك. اكيد شفت هاي الفيديوهات قبل، واللي بتبين اليوتيوبر جيك بول وهو بيقرأ قرآن، قل هو الله احد، او بيعمل ميك او هو رافع علم سوريا. والمشكلة انه قد ما المقاطع هاي واقعية انت راح تفكر الموضوع حقيقي، بس للاسف كلاتهم AI. وفي كثير كلام عن نوعية مقاطع جيك بول راح احكي عنها بعدين فضلك معي. بس النوعية هاي من الحسابات كثير منتشرة على التيك توك، لانه معروف التيك توك هو اول برنامج عمل ترند AI، وخاصة البرين روت، او اللي باي ذا واي هم مسيئين للاسلام. وحكيت عن الموضوع بشورت قبل. بس الفرق بين النوعين هذول من الاي اي انه واحد متخلف كثير وواحد جدا واقعي. يعني مثلا لو تشوف مقاطع القصفور وقال اسم عن قصد، لانه شوف هذا قصفور بالله ايش هذا دامج لي بالسيف عصفور ليش اعوذ بالله. بس والمشكله انه هذا كله ولا اشي قدام الحشيش الصناعي. 18 من محمد وخلص الوقت. محمد فوز بالميداليه الذهبيه. دوري كوي الملابس يا حجي مش هيك. والمشكله شكله كثير واقع. يعني جد شو هذا؟ او مثلا مقطع محمد وهي بتستعرض مهاراتها ضد كريستيانو. للامانه انا اسف لكل محمد بتفرج علي، بس فعلا الذكاء الاصطناعي صار بخوف. ولو نرجع لجيك بول، فاللي صار انه طلع برنامج جديد اسمه سورا من شركه تشات جي بي تي، وهذا البرنامج جدا خطير. يعني بالله عليك شوف كيف خلوا جيك بول حامل. يعني هذا الفيديو لو طلع لابوك ولا لامك راح يفكروه حقيقي. او مثلا شوفوا والاخ رايح على الكعبه تاب صار مسلم، او مثلا وهو قاعد عم بيصلي. ليش اظن انه الفكره وصلت. وبالله عليكم ما حدش يسويني بصوره او يسوي مشاهير العرب بصوره، بكفينا اللي فيه. على اني راح اعمل عنك شورت بصراحه. وللامانه المقاطع هاي جدا غبيه وجدا غريبه بنفس الوقت. يعني للامانه انا قبل كم يوم كنت قاعد عم بتصفح بالتليفون بشكل طبيعي، ولا فجاه يطلع لي مقطع انا اول ما تفرجت تقول المقطع حلو او ما مش كان رعب مش عارف. بس يا اخي دخلت التعليقات الكل بيقول لي ها اي ايش يعني اي ولك والله حقيقي. ومش عارف كيف اكتشفوا بعدين. اسالك بالله هذا المقطع اللي انت شايفه اي مستحيل. وبذكرني كثير ببرنامج انا قاعد عم بستخدمه هسه برضه هو للذكاء الاصطناعي اسمه ليوناردو اي، وهذا كثير انا بعمل فيها صراحه صور للمقاطع، وبرضه في خاصيه تعمل فيها فيديو. وترى الموضوع مش اعلان بالمره، بس انا انصدمت من الجوده الخرافيه اللي بيطلعها هذا البرنامج، وشفت انه البرنامج بيستحق اني احكي عنه فحطيت رابطه بالديسكربشن اللي حاب انك تجرب. بس صدقني وخليني احكي لك انه المرتبه الجاي راح تكون اغرب، لانه حتفكرها ذكاء اصطناعي بس هي حقيقيه. فليش جاد او اله الجلد، استغفر الله العظيم، من اولها كفر. واول ما تدخل الحساب راح تشوف هذا الرجال اللي لحيته مشقوقه نصين كانه ثور، وتتاكد انه ثور لما تشوف محتواه، واللي هو انه بياكل كل اشي ني زي اخونا ليفر كينج بالضبط. بس الفرق انه الاخ من دون عضلات. والمشكله انه الاشياء اللي بياكلها مضره، زي مثلا لما جاب دجاج ني وبلش ياكل فيه كانه ملبس السلمونيلا يا حج الو. او مثلا لما عمل سندويشه لحمه مفرومه. انت كيف عايش مش فاهم. والمشكله انه متجوز من 11 سنه. والمضحك في الموضوع انه عامل فيها الانفلونسر والمؤثر، وواثق من حاله كثير لدرجه انه حاط بالبايو تبعه ارسل لي $100 عشان احكي معك لمده ساعه. يا حبيبي مين انت اصلا؟ ليش احكي معك ساعه؟ يلعن ابو الثقه اللي عندك يا زلمه. والله لو عندي ثقتك كنت صرت تريليونير مش مليونير. والمشكله انه تبريراته ليش بياكل الاكل الني جدا غريبه. والمشكله بالله عليك اسمع ايش بيحكي كمان. Lebanese love raw meat, Japanese and so on. نعم اخواني بلبنان ومتابعي الاعزاء، الكلام هذا صح، لانه مستحيل يعني احنا بناكلش اكل ني الا يمكن الكبده بس، اما غير هيك لا. وبصراحه ما بقول غير الله يثبت علينا العقل والدين، لانه الشاب واضح لانه كثير مستمتع بحياته هو هيك، ونظام حياته الغريب بشككك في حالك. بس مستحيل يتقارن بالحساب الجاي، لانه صدقني حتشك انك انسان اصلا، لانه من غرابته صار من ارعب حسابات في التيك. تخيل سبايدر مان اللي خرب الدنيا يا جدعان اتحجر حرفيا. والمشكله الحساب له فتره طويله وبيجيب ملايين المشاهدات. يعني هيك لقينا سبايدر مان محجب قبل GTA 6. والمشكله انه هاي جد بنت ولابسه حجاب مش ولد قاعد عم بيتخوف. واتوقع انها كانت حابه تسوي ترند سبايدر مان خرب الدنيا يا جدعان، بس ما كان عندها الطقم كامل، فقالت بس الحجاب كافي. واسم الحساب بيدعم النظريه واللي هو ده حجابي سبايدر مان او سبايدر مان اللي محجب. والمشكله انه بنفس الحساب في سبايدر مان الدب. الله يعين سبايدر مان على التيك توك قسما بالله. بس نفكر الغرابه وقفت لهون؟ اكيد لا.
لانه بدي اياك تشوف حساب سانتا لوجو ولا اشي زي هيك. هنا سأسكت قليلا. ايش هذا الاشي؟ هذا قلب رعب، بطل اشي غريب. والمفروض انه هذول ناس كبار عاقلين وفاهمين ولابسين ملابس سنافر، والمشكلة مش بس لابسين، لا وداهنين اجسامهم بالازرق، قاعدين بيغنوا لا 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 ايش في؟ وقاعدين عم بيمشوا بالشوارع بنص الليل كمان. والمشكلة انهم بيعملوا نشاطات السنافر بطريقة طبيعية، زي انهم يروحوا على الحفلات سوا او انهم يركبوا الستة على نفس الدراج. قسما بالله احلام العصر بنص المغرب. ايش هذا؟ بس اللي جد احلام العصر بنص المغرب هو هذا الرجال الجزائري اللي قرر يتجوز العاب، واسم حسابه هو كريستيان، وواضح انه الالعاب شكلها جدا غريب. والمشكلة انه هو عامل عيلة كاملة، فكل شوي بجيب له لعبة جديدة وبيبلش ينشر عنها ويربيها، زي مثلا هاي اللي تخرجت من الجامعة او هاي اللي بتعمل عملية لسبب ما، وكل شوي بضيف لعبة جديدة للعيلة. وقد ما الموضوع واضح انه غريب كثير، الا انه وراه قصة جدا حزينة، وهي انه الشاب لما كان عنده زوج ولا خطيبة سبيستون انفصل عنها بطريقة جدا سيئة، واللي انفصلت عنه راحت لشاب ثاني، فالرجال قال بس ومن وسحب عن النساء كلها وصار يحب الالعاب هاي، وحب حقيقي مش كذب، يعني فعلا اعتبرهم اطفاله وزوجته وعيلته. يقطع ام الرعب يا شيخ شو. والغريب بالموضوع انه لما عمل فحص اكتشفوا انه فيش فياته اشي، الزلمه عاقل 100%. كيف طيب؟ الله يعينه قسما بالله. بس بالله بدي رايك، هل بتشوفوا تمثيل ولا هاي حرفيا قصة حب حقيقية؟ كيم جونج اون عنده حساب في التيك توك حرفيا زي ما سمعت، لانه حساب نورث كوريا لايف هو واحد من اغرب الحسابات الموجوده في التيك توك، لانه فيه بيحاول رئيس كوريا انه يحسن صوره الحكومه تبعته، ولانه معروف عن دولته انها من اسوأ الدول في العالم، ان كان كمعامله الحكومه للشعب او انه اذا قررت انك تزورها حياتك راح تنقلب، لانك على الاغلب اذا دخلت هاي الدوله فما راح تطلع منها اصلا. والمشكله انه السوشيال ميديا محظوره هناك والانترنت كامل مش متوفر، بس حساب نورث كوريا بيحاول يثبت عكس هذا الكلام، وفكرة انه بيصور لك الاماكن الطبيعية الموجودة هناك وبيبين لك قديش انه الشعب مبسوط وانها يا الله كلها ازهار وفراشات. بس المشكلة الوحيدة انه اصلا مواطنين كوريا ممنوع عليهم انهم يصوروا او انهم يمتلكوا كاميرا اصلا، وزي ما حكيت التيك توك نفسه محظور هناك. فالناس طلعت نظريات انه يا الرئيس يا ابن الرئيس هم اصحاب الحساب هذا، لانه مش منطق عاملين مقاطع وبيحكوا للناس اوه يا شباب عنا مظليات ضد المية في كوريا الشمالية، او مفكرين انه هاي ميزة. والمصيبة ما وقفت هون، لانه الدولة قد ما وضعها سيء ما قدروا يصوروا مشاهد حقيقية، فراحوا استخدموا الاي اي والذكاء الاصطناعي عشان ينشروا مقاطع في التيك توك. وطبعا بعد هاي المقاطع الناس بلشت تحكي بس، وصاروا يدققوا في كل المقاطع واستوعبوا انه في اشياء مش منطقية قاعدة عم بتصير بالحساب، زي مثلا هذا الفيديو. بالله عليك لاحظت اشي؟ سيبك انه الشوارع نظيف كثير، بس السيارة مش حقيقية، حرفيا CGI ومعمولة بالمونتاج. ليش؟ هو ممنوع السواقة في كوريا الشمالية، لانه ليش تعملوا اشي زي هيك؟ يعني انا بتوقع جد انه كان هدفهم من هذا الحساب انهم يحسنوا صورة كوريا الشمالية، بس صار العكس. بس شايف كل هذا ما بيتقارن ابدا بغرابة الحساب اللي بعده. تحذير مهم جدا، الحساب فياته كثير اشياء مقرفة، وصدقني هي من اقرف الاشياء اللي راح تشوفها في حياتك، لدرجة اني قبل ما اني اكتب الفكرة فكرت 10 مرات قد ما الموضوع سيء، وراح اغبش على الاشياء اللي كثير 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 مقرفة. كمل معي. حساب ام ابراهيم، محتوى المرأة هاي عبارة عن اكل اشياء مقرفة، زي هذا الفيديو اللي بتاكل فياته دي كيسة ودي كيسة هناكل الخرا اول ونعطر ايش هذا؟ انا اول ما شفت الاشي جد كنت بدي اراجع. وسؤال، ليش جايب 750 الف لايك؟ مين بحط لايك على هالقصص؟ وانا مش مهتم اذا جد الاشي خرا ولا شوكولاتة، انا مشكلتي ليش تحكي زي هيك اصلا. والمصيبة انه هاي مش اول مرة، الموضوع كثير متكرر بمحتواها. مش لاقي حاجة ناكلها فهنحاول كده نشوف خجلوط نعمله شوية دمعة كده وناكله اهو. يعني سؤال جد، ايش الفايدة من هذا الاشي؟ وليش بيجيب مشاهدات؟ يعني لا هو مضحك ولا هو ممتع للمشاهد، ايش فيه؟ والمشكلة لما تيجي تنوع من الاشياء الزبالة اللي بتاكلها بتروح بتجيب اشياء زي هيك.
وانا بكتب الفيديو لما شفت هاي الجزئية قسما بالله قشعر بدني. وبعدين الصوت كثير سيء. النعمة ربنا يا بني ادمة، وما بتوقف هون لانها بتاكل البيض بقشره. ويعني حتى لما تقرر تاكل اشي طبيعي، شوف بالله عليك شو بتحكي. البطه سخنه يا جماعه قوي، لسه طالعه من الفرن وانا عيني على المؤخره بتاعتي، وانا ما بحبش عيني تكون في حاجه وما ناكلهاش، لازم ناكل. البطة ما سلمتش مني. وطبعا من وراء هذا النوع من المحتوى تم القبض عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. نعمة ربنا هاي. والله في ناس مش لاقين ياكلوا قسما بالله، ان كان اخواتنا بفلسطين ولا اخواتنا في السودان، ناس مش لاقين ياكلوا. انت هيك قاعدة عم بتسوي. ترى هذا الاشي خارج عن النص بشكل كامل. لا جد انا كثير مستفزيتني. الموضوع مش منطقي. انت كصانع محتوى لما تيجي تعمل محتوى زي هيك، حاول كثير انه تعرف انه في اطفال بتتابعك. انت قاعد عم بتكب نعمة ربنا يا زلمة، اتقي الله يا زلمة. واذا هي مفكر انه هذا المحتوى يا الله بضحك، فهاي مصيبة اكبر لسه. قسما بالله انا هذا الحساب تحديدا استفز من بين كل الحسابات الموجودة بالفيديو، لانه لا التمثيل كويس ولا القصة كويسة ولا اشي. بس بدي اياك تكمل معي للتيك توكر الجاي، لانه اللي عمله جدا سيء. حساب سمارت سكول بوي 9، واللي هو من الجانب المظلم والغريب من التيك توك، لانه واحد من الحسابات اللي بيكون صاحبه كبير في العمر، بس بنشر صور معدله بشكل جدا كبير بالفوتوشوب او بالذكاء الاصطناعي عشان يبين حاله ولد صغير. والاغرب من الصور هاي هو الكلام المكتوب على الحسابات نفسها، زي مثلا انا فتى جميل وهذا الحساب مصنوع مني، انا افضل من ان اكون مجهولا، او يكتبوا اشياء زي انا ولد عمري 14 سنة وبحب المدرسة. طبعا اصحاب هاي الحسابات لا عمره 14 ولا هو ولد صغير. واغلب الحسابات اللي بيكونوا من هذا النوع بيكونوا ماشيين بنفس النظام. ولو تشوف الفيديوهات نفسها راح تلاحظ قديش هي مرعبة ومش مريحة بالمرة. وبنص الكلام الولد هذا صار يغني. مش قلت لكم جانب مظلم؟ بس ممكن تقول لي عبد الله هاي الحسابات زيها زي اي حسابات ثانية تنشر محتوى مرعب على التيك توك او على باقي المنصات، واصحاب هاي الحسابات بيعملوا نظريات وكريبي باستا. وبصراحة كنت راح اتفق معه واقول انه اوكي هاي حسابات عادية، لحد ما طلع حساب سمارت بوي 9، واللي اول ما تشوفه بتفكره حساب عادي ونفس نوعية الحسابات المرعبة الموجودة في التيك توك، لحد ما تشوف اول فيديو إله. وواضح كثير انه الشخص اللي بالفيديو مش طفل، وبيعمل حركات غريبة، ووجهه عليه مكياج ابيض، وبيحرك ثمه بطريقة مقرفة كثير. والمخيف بالموضوع انه الشخص اللي بالفيديو مش بس بيصور من بيته وبينشر على التيك توك، لا بيروح بهاي الاواعي والمكياج وبينزل على الشارع. ديفيد ألتر 60 سنة بالضبط، هذا هو الشخص الموجود في هاي المقاطع، واللي هو مش مراهق ولا شاب، بالعكس هو عجوز جدا وقريب انه يموت. واللي بنعرفه عنه انه ماسك اكثر من حساب من هذا النوع، وبهاي الحسابات بيكون متقمص شخصيات ثانية، بس مشتركين انهم بينشروا اشياء خاصة بالصغار، وبرضه بحب يعمل اغاني. وإذا عندك فضول فصوته زي هيك. That's the account run by a man pretending to be a boy. وللأسف شخص زي هيك إلى الآن مش مسجون وما عليهوش أي تهمة، رغم أنه الناس اللي فتشت في هاي القضية حاولت إنها تقتحم بيت، لأنه مستحيل في شخص طبيعي بيتصرف في هذا الشكل. واللي بدي إياه منك بعد ما عرفت قصة هذا الشخص إنك تدير بالك مين بتتابع، ومش أي حدا بيحكي عن حاله أي إشي تصدقه، لأنه ممكن يكون شخص عمره 60 سنة ولابس أواعي ولاد صغار. بس صدقوا اللي بحكيه بحساب الانستغرام، لأني هناك منشور كثير قصص جديدة، وعلى المليون راح أعطي آيفون. وهذا فيديو لأغرب حسابات موجودة في التيك توك لازم انك تشوفه.